ادي اعاده للكره اللي انطلق فيها بركات، عدى من مصطفى كمال، اشتراك ما بينه وما بين هاني حسن. حكم اللقاء احتسب ضربه جزاء لصالح النادي الاهلي. ادي التدخل والاحتكاك بين بركات وهاني حسن. يحتسب حكم اللقاء ابو تريكه عن مصطفى كمال. داخل ابو تريكه يسدد الى داخل المرمى، الى داخل المرمى. الهدف الاول للنادي الاهلي والهدف رقم 100 لمحمد ابو تريكه. ابو تريكه يدخل نادي المئة وبالاحضان الى مانويل جوزيه. جميع لاعبي مانويل جوزيه وفرحه الهدف الاول للنادي الاهلي في تلك المباراه. اذا 1-0 للنادي الاهلي، والهدف ياتي في الدقيقه 27 بضربه جزاء نفذها باقتدار محمد ابو تريكه لتصبح النتيجه 1-0. ابو تريكه يدخل نادي المئة ليصبح سابع لاعب مصري يدخل نادي المئة. هاني حسن لفؤاد سلامه، فؤاد لهاني، يلعب عرضيه حلوه وضربه الراس في العرض، لسه الخطوره وهدف التعادل. هدف التعادل لفريق مصر المقاصه يحرزه سامح العيدروسي لتعود المباراه الى نقطه البدايه من جديد. سامح العيدروسي يحرز هدف التعادل لمصر المقاصه في الدقيقه 31 من عمر الشوط الاول. يا لها من مباراه قادمه من عالم الاثاره والمتعه، مباراه توقعناها رائعه وبالفعل تفي بالوعود حتى الان. تهيئه الكره امام العيدروسي، يسدد بقوه الى داخل الشباك، لعب ضربه راس العيدروسي.